ارحب بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى هنا بالملعب الكبير بطنجه. هنيئا للجيش الملكي بالتتويج، هنيئا للجيش الملكي باللقب، لقب طال انتظاره لازيد من عقد ونصف من الزمن. الجماهير سعيده بهذا اللقب ونحن سعداء لهذا المستوى وسعداء لهذه النهايه للدوري الاحترافي بهذه الصوره وبهذه الاحترافيه. تقديم الميداليات لفريق البطل، فريق شامبيون 2022-2023 وفريق الجيش الملكي. مسار كان طويل ومسار ناجح ومباراة كما تابعناها مباراة كانت مثيرة أمامنا درع الدوري وتقديم الميداليات للاعبي فريق الجيش الملكي. مباراة اللي عرفت فوز فريق الجيش الملكي ب3 أهداف مقابل هدفين. رضا سليم ضربتي جزاء وأحمد حمودان. في الوقت سفيان مدن ومحسن متولي سجلوا هدفي فريق اتحاد طنجة. اللقب الذي يعني كما قلت غاب انتظاره، فرحة كبيرة للاعبي فريق الجيش الملكي بهذا اللقب بعد تنافس قوي مع فريق الوداد اللي تمكن من الفوز على فريق المغرب الفاسي بهدفين لا شيء بمدينة فاس، وبالتالي الانتصار ديال فريق الجيش الملكي لأنه المصير ديال الجيش الملكي كان بيده، بالتالي الفوز باللقب. الجيش الملكي فريق لما كنتحدثوا عليه فكنتحدثوا على الكؤوس والبطولات. الفريق اللي كيبقى المكان الطبيعي ديالو هو انه يكون مع الفرق والانديه الكبيره. الفرحه الكبيره مع السيد ايوبي واكيد اللاعبين اللي فرحانين، كذلك حضور الطاقم التقني، كذلك صعود انا مصطفى الخلفي، العمل الكبير اللي قام به مع كذلك حسين عموته بعد ما خدوا بزمام الامور التقنيه. صاحبنا عزيز الصمدي كان حاضر على مستوى دكات الاحتياط. اذا تتويج لكل مكونات فريق الجيش الملكي بهذا اللقب. لقب كما قلت طال انتظاره بالنسبه لجماهير فريق الجيش الملكي بعد سنوات 61 62 63 64 67 68. بعد ذلك 1970 84 87 89 2005 ثم 2008. هنا توقف القطار ديال الجيش الملكي من اجل حصد الالقاب، وموسم 2022-2023 سيكتب مرة أخرى بمداد من الفخر والاعتزاز بالنسبة لفريق الجيش الملكي أمامنا حسين عموته اللي قلت بأنه خدا بزمام الأمور التقنية ولو كمشرف عام على الفريق بدلا من الفرنسي فرناندو تاكروز. وبالتالي حسين عموته اللي كنعرفوا الارتباط دائما مع الألقاب فتمكن من أنه يكون سند للاعبين وكذلك سند للإطار عزيز الصمدي الذي عاش كيد الفرحة ديال الألقاب كلاعب واليوم يعيشها كمدرب مع هذا الجيل. جيل جديد اللي كيتمكن من الفوز باللقب واسعاد الاف الجماهير التي انتقلت من مدينه الرباط الى مدينه طنجه. الجوله الماضيه ذكرت بان الجيش الملكي كان اكتفى بالتعادل امام فريق الرجاء، وكان بامكانه يكون بطل للموسم المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله. وهنا لابد انه نتوقف على يعني قيم التنافس والمصداقيه والنزاهه واحترافيه الفرق الوطنيه. يعني من سيفوز كان سؤال، ولكن اكيد الروح الرياضيه، مصداقيه الدوري حتى يحافظ على نظام المنافسه وتكافؤ الفرص، مبادئ ترقى بالدوري المغربي وترفع من قيمه اللاعب والمدرب والمسير. ننوه بالتزام الجميع وبالجماهير واحترامها للمنافس. والاجواء اللي عشناها هذا الموسم صراحه كانت يعني استثنائيه. كل المباريات اللي تابعناها عبر الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اليوم كذلك يعني كل المباريات في نفس التوقيت وكلها استمتعنا بها، خصوصا لقاءات لدير هذه الجوله اللي كان عندها ارتباط بالدرع الدوري، واكيد الجوله الماضيه اللي كان كذلك يعني التشويق بين المقدمه واسفل الترتيب. اذا لاحظوا كذلك الجماهير الطنجاويه حاضره وكذلك توثق لهذا الصوره وتوثق لهذا الحدث. في الوقت جماهير الجيش الملكي تواصل اكيد الفرحه ديالها والحماسه ديالها بالمدرجات في انتظار تسليم درع الدوري الاحترافي لفريق الجيش الملكي بطل هذا الموسم.
بطل اكيد على مستوى الارقام، على مستوى المعطيات، على مستوى الاحصائيات. تنافس كان ثنائي مع الوداد. الجيش الملكي يتمكن من الفوز. هنيئا لفريق الجيش الملكي بهذا اللقب، اللقب اللي طال انتظاره لكل مكونات فريق الجيش الملكي، من مسؤولين، من طاقم تقني، من طاقم طبي، من لاعبين، من جماهير، كل من ساهم في هذا التتويج، كل من ساهم في هذا الفرحه، كل من ساهم في هذا الصوره الجميله والصوره المثاليه للدوري الاحترافي بافضل صوره وبافضل نهايه. يعني نتابع هذا المشهد الختامي للدوري الاحترافي. اكيد فرحه كبيره لجماهير الجيش الملكي التي انتظرت هذا الدرع بفارغ من الصبر، ولكن اليوم لاعبين يعني خصوصا بعد الخروج من منافسات كاس الكونفدراليه والخروج من الكاس العربيه وكذلك منافسات كاس العرش، فالكل فاعطى وعد بان لقب الدوري الاحترافي بامكان معانقته، واليوم من وعد وفى، والجيش الملكي بطلا للدوري الاحترافي. شكرا للجيش الملكي، شكرا لفريق الوداد كذلك على ما قدمه هذا الموسم وكذلك خلال هذه الاثاره والتشويق. شكرا للجماهير المغربيه التي ساهمت في انجاح هذا الموسم والدوري الاحترافي، وشكرا لكل من ساهم في انه الدوري الاحترافي يخرج بهذه الصوره وبهذه القيمه المضافه على مستوى كره القدم الوطنيه. إذا بهذه الصور الجميلة، بهذا التفاعل، بهذه الفرحة الكبيرة لجماهير الجيش الملكي، فرحة ديال كل اللاعبين. أشكركم. هذا هشام فرج يحييكم، ألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله. إلى اللقاء.